يلا نعمل معمول العيد. أول شي بدنا ننخل نص كيلو سميد و250 جرام طحين و125 جرام سكر بودرة. بعدين بنضيف 250 جرام سمنة سخنة وبنحركهم ليشربوا كميات السمنة. بعدين بنحطها بمحضرة الطعام لحتى تصير بهذا الشكل. بعدين بنضيف الحليب المكثف المحلى 125 جرام، معلقتين محلب وظرف فانيليا وظرف بيكنج باودر، 4 نقط ماء ورد و4 نقط ماء زهر، وبنعجن منيح. إذا عندكم ماء الزهر غير مركز وماء الورد ما تضيفوا مي. أنا هون ضفت قدر نص كاسة شاي صغيرة مي لحتى أقدر أعجنها منيح معي، وبنضل نعجن لحتى تصير بهذا الشكل. بعدين بدنا نغطيها ونتركها ساعتين على جنب لحتى ترتاح. وبنحضر الحشوة 250 جرام تمر، بنحط عليهم نص معلقتين ونص معلقة قرفة ومعلقة صغيرة سمن بلدي وبنعجنهم كتير منيح. بعدين بدنا نحضر الجوز ناعم بهذا الشكل، 3 معالق سكر بودرة، معلقة كبيرة قطر ومعلقة صغيرة سمنة، وبنعجنهم لحتى يصيروا هيك يتشكلوا معنا طابات ونشكل العجينة. وهلا بحطهم بالبراد لبين ما خلصت الباقي. هون برشت الجبنة للمعمول بجبن. بعد ساعتين هيك صارت العجينة عندي. بدي أعجنها شوي صغيرة لحتى يصير تشكيلها أسهل، ودغري بدي بلش أقطع وأحشي وشكل. وهلأ بحط المعمول بجبن بالثلاجة وبطالعهم وقت اللي بدي ضيفهم، لأنه هن بيتقدموا سخنين. بنشويهم على درجة حرارة 200 من فوق ومن تحت لمدة 12 دقيقة ل 15 دقيقة بالكتير، بس مو أكتر من هيك. بفرن حامي على درجة حرارة 200 من فوق ومن تحت شويتهم، وهي النتيجة نهائية. وهيك بيكون معمول العيد جاهز. لا تنسوا تجربون وتدعوا لي أكيد، وكل عام وأنتم بألف خير. إذا ما كنتم متابعيني لهلأ تابعوني. باي.